مشكورا يوم 29/11/2020 أصدر قرار بتجميد مجلس الإدارة المحترم المنتخب وتكليف الجهة الإدارية اللي هو أحمد عبد الوكيل بتشكيل مجلس إدارة. شكل مجلس إدارة يوم 29/11 برئاسة المرحوم أحمد بكر الحميدة وهشام إبراهيم محمد محمود. بعد إذنك مع كل الاحترام والتقدير ليك، في مستشار محترم اسمه الدكتور محمد عطية نائب رئيس محكمة النقض أعلن إن سيادتك يوم ما تعينه طلبت محمود الخطيب في التليفون وقلت له يا بيبو شلت لك اللي أنت بتكرهه وجبت لك ناس بيحبوه بارك لهم. أنا بتحداك اطلع كذب، ده مش كلامي، كلام الدكتور محمد عطية. فالدكتور محمد عطية قال له هو ده اللي جايبنا. أنا مقدم استقالتي واستقال تاني يوم لأنه محترم. هذه الواقعة ما حصلتش، اطلع كذب، اطلع كذب. واعتقد الدكتور محمد حكاها لكم كلكم، طلع أنا لأنه راجل محترم ما وافقش إن ده يحصل في نادي الزمالك. طلع أحمد موسى خلاص، ده راجل اللي عامل نفسه إن هو زعيم الأهلي ورئيس نادي الأهلي وهو خلاص، لكن أنتوا عاملين نفسكم زملكاوية للأسف الشديد. فتاني يوم احنا عمل ايه بقى؟ جت لي 3 قضايا ماشي. وبعدين ابتدى السيد الوزير ادي راح عامل لجنه، وزي المره اللي فاتت قال لك لجنه لكل الانديه والاتحادات، لكل الانديه والاتحادات. ماشي يا سياده الوزير، نفس الفيلم بيتكرر. يعمل لجنه يكتبوا اي كلام، يتحل المجلس، النادي يقع ما يقومش، المره دي لو وقع مش هيقوم. ده جواب جاي لي من الاخ رئيس اللجنه مش عارف اسمه طارق ايه كده 10/5/23. انا من ساعتها عمال اضحك ولازم تضحكوا معايا عشان خفه الدم. في اطار قيام لجنه وزاره الشباب والرياضه بتاعت اعمال النادي ما تقالش بقى اعمال الانديه طبقا لقرار السيد الدكتور رئيس قطاع الرياضه رقم 10/2023. يرجى التوجه وصلت موافقه تسجيلات محاضر مجلس اداره النادي خلال الفتره، ركزوا بقى معايا، من 8/2018 حتى 1/2021. يا ابني المجلس ده اللي انت جاي تراقبه وتفتش عليه ده جاي في اخر شهر 2 3 مش كده برضه مش اخر 2 طيب. هو حضرتك في يناير 21 كنا موجودين؟ لا، دي اللجنه بتاعتك اللي انت معينها اللي خربت النادي. طب و2018 ده كان مجلس مشي. ايه الهزار ده؟ ايه الهزار ده يا معالي الوزير؟ حضرتك بتطلب مني محاضر جلسات، مجلس مشي خلاص. افرض المجلس اللي مشي ده كان غلط، بتحاسبني انا باثر رجعي. طب واللجنه بتاعت